مش لازم يكون كل المتابعين بتوعك طلابك. انت معايا في سلسلة 100 قرار لبناء الأكاديميات. القرار ده مهم جدا لأي حد عنده جمهور كبير وبيستغرب ليه الناس بتحبني بس ما بيشتروش. كنت في استشارة مع مدرب عنده متابعين كتير جدا وكمان تفاعل عالي، ولكن تسجيل الطلاب كان قليل جدا. وهنا كان ردي السريع عليه: خلي بالك، المتابع بتاعك اللي بيحبك مش لازم يكون طالب. المتابع بيحب الكلام، ولكن الطالب بيدفع علشان يمشي مسار واضح. سألته سؤال مهم جدا، وهو: هل جمهورك فاهم أصلا إن عندك منهج، ولا فاكر إنك بتقدم نصايح وبتركب ترندات وخلاص؟ فاهم إن في رحلة كاملة، ولا شايفك بتتكلم كلام كويس؟ وهنا بدأنا نحلل المحتوى، ولقينا المفاجأة إن الرسائل بتدي قيمة كبيرة بس مش بتبني توقع. يعني الناس فقط مستمتعة بس مش شايفة ان في حاجة لازم تخشها. التحويل بيحتاج وعد واضح، نتيجة واضحة، رحلة واضحة، دليل اجتماعي، تكرار للرسالة. غير كده يا صديقي المتابع بيفضل متابع ليك. والحل انك تبني توقع عند الجمهور ان انت عندك مسار مش مجرد محتوى. وده كان قرار من 100 قرار لازم تعرفه قبل ما تبدأ أكاديميتك.